السلام عليكم. لنبدأ أحداث قصتنا الليلة من البادية، من قبيلة الشيخ أبو مخلف. الشيخ أبو مخلف شيخ متزوج، نسوان اثنين. عنده من زوجته الكبيرة مخلف وعواد، وعنده من زوجته الصغيرة دحام. ورجل الله مرزقه من المال والحلال، والله منعم عليه، ومعروف بالطيب والكرم والجود، ومحبوب بين أهله وناسه وقبيلته. وكان يشوف الخلاف بين عياله من الزوجة الكبيرة والصغيرة. كان يشوف الخلاف بين مخلف وعواد ودحام، انه مخلف وعواد طالعين على خوالهم وعلى طبع خوالهم، عندهم من الحقد والكراهية، وما عندهم مثل دحام. يعني دحام طلع مثل أبوه، رجل فارس وشجاع ورجل طيب الخاطر، وعنده من الحكمة والذهاء، وعنده من الحنية لاخوانه مخلف وعواد. ولكن هم عكس دحام، يعني ما عندهم الحنية على اخوهم دحام. وقبل لا نبدأ احداث القصة، احب اشكر كل شخص ضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس وحط لايك للفيديو، وجزاكم الله الف خير. ومضت الايام ومضت الشهور والسنين، ويوم من الايام تمرض مرض شديد دحام، وهي نوافتها المنية، ما في لا طب ولا علاج، يعني كليته طب أعشاب. ووافتها المنية وتوفت. وقبل ما توفى وسط الشيخ أبو مخلف إنه يدير باله على ابنه دحام من بعد وفاتها. وهنا قالها ما في مشكلة، وهذا ابن المدلل وما في أي مشكلة عندي. وهنا بعد وفاة دحام يعني صار الابن المدلل والمعزز يلي هو دحام، وهو كان أقرب شخص لأبوه الشيخ أبو مخلف، وكان يعني يقعد معاه بالمجلس، وكان يعني أي مشوار يطلع دحام وياه، وكان يعني له لذية وله طيبة وله قيمة عنده أكثر من مخلف وعواد. وهي بهالأثناء هذا كانت مخلف تقول المخلف والعواد: شوفوا، يعني دحام شوي شوي قاعد يسحب، يظل قاعد جنب ابوكم، ويظل يعني مداري ابوكم، انتم خليكم جنب ابوكم، باشر ابوكم، يعني اذا وفتوا المنيه امر الله يسلمكم الشيخه، يعطيكم من حلاله وماله. وبالفعل يعني صار مخلف وعواد يعني يتقربون من ابوهم، ولكن الحنيه وطيبه القلب كلها الدحام. وهي مضت الايام ومضت السنين، ويوم من الايام تعبى الشيخ ابو مخلف، وهنا راح توافيه المنيه، وقام وجمع رجال وجمع عياله بهالمجلس، وقعد قال لهم: والله أنا حاس إني تعبان ورحت توافينا المنية، ولكن أريد أسلم الشيخة لولدي مخلف من بعدي، وأريد أوزع على عيالي على الحلال. قالوا له: يا يبا بعد عمر طويل وما يصير هالشي هذا، وانت ابونا وظل تاج على راسنا. قال هم: اني يعني اذا مو اليوم باكر، اذا مو باكر الله ياخذ امانه الواحد، بس اريد يعني ابري ذمتي قبل ما الله ياخذ امانته. او هنا رجال صارت تسمع. قال الشيخ ابو مخلف: وصاتي على باعر والابل لولدي مخلف، والحلال الباقي من مواشي وحلال وماعز هذه كلها العواد. وهنا يعني ما ظل يعني من الحلال اي شيء الابن دحام. وهنا يعني هالرجال بهالمجلس قاعده قالت له: ابنك دحام. وهنا دحام ما حكى اي شيء ولا قال اي شيء، قاعد يسمع شنو هي وصات ابو الشيخ ابو مخلف. وهنا قال ابو مخلف الدحام: هالخربوش هالصغير هذاك. وهنا يعني الخربوش هذا عباره عن بيت صغير تقريبا مترين مترين، يعني خربوش بسيط مخليه على جنب، يعني مثل اللي فيه تأمونه فيه شية، حاطه على جنب الشيخ ابو مخلف. قالهم الدحام هالخربوش الصغير، وداخل هالخربوش في شوالين كشك، هذا من حصة دحام. واللي ما يعرف اخوان الكشك هو يعني في ناس تقول له الجميد،
وفي ناس تقول له الكشك، وهو معروف أكثر عند الناس إنه الكشك، وأغلب الدول تقول له إنه كشك. هو طبخة تنطبخ بالشتوية، تصير مثل شوربة حب حنطة مجروش مع لبن، وينطبخ طبخة أكل الشتوية. وهنا بعد هالشي هذا ما قال أي شي دحام إنه أني ما أرضى بقسمتك، وأني ما أرضى بهالشي هذا، وأني لازم ودي من الحلال، وأني هي قسمتك معدلة. لا بالله، دحام ما حكى أي شي بهالوصاء اللي وصاه أبوه. ولكن هالرجال استغربت من قسمة الشيخ أبو مخلف، وهي هنا قالوا الله أعلم يعني بالنسبة يعني لأبو مخلف هالوصاة اللي وصاها لعياله، الله أعلم شنو نيته وشنو وضعه. ومضت الأيام ومضى شهر زمان، ووفت له المنية لأبو مخلف وتوفى الله يرحمه. وهي ساووا هالتعزية وقاموا بهالواجب. وبعد مرور هالتعزية يعني هنا دحام قال لإخوانه يعني أنا ماني معترض على بالنسبة لوصاة أبوي، ولكن يعني شوفت عينكم يعني أنا شب عزابي وأريد أتجوز، أريد شيء يعني لو إنه كرما وأخلاقا يعني من عندكم. يعني لو إنه واحد مثلا تعطوني مثلا منيحة، تعطوني مثلا فرس، تعطوني مثلا من هالحلال شيء بسيط يعني أعين نفسي، يعني أبدي بنفسي بشيء. يعني أنا ما عندي لا حلال ولا عندي مال ولا عندي شيء نهائيا. قالوا له يعني بالنسبة لمخلف وعواد، قالوا له والله شوف بالنسبة لنا يعني هذه قسمة أبونا، وإحنا والله ما نقدر نعطيك يعني من الحلال، ولا نقدر نعطيك من المال. يعني لو إنه أبوي يريد يعطيك كان أعطاك على حياة عينه. قالهم صح ما أعطاني، بس أنتوا يعني كرم ماني أخوكم. هنا قالوا له يعني بالعربي يعني لو إنك يعني أخونا صح، روح اسأل أي شخص قل له أبوي ما أعطاني من الورثة، شوف إيش راح يقول لك. يعني أنت يا دحام لو إنك أخونا كان أبوي أعطاك من الحلال وأعطاك من المال. قالهم شو تقولون أنت وأخواني أنا أخوكم؟ قالوا له والله هذا اللي عنا، روح اسأل أي شخص راح يجاوبك نفس جوابنا. وهنا يعني لما نسمعها الصدمة من إخوانه بعد اللي صار وبعد اللي جرى، وكل هالعمر يعني عايش وياهم، انه يطلع مو اخوهم، وانه يطعنون بكرامته ويطعنون بنسبه. وهنا يعني ما عنده الا انه يهج برات القبيله، وقام وراح على المراعي الله يعزكم، وجاب يعني دابه، وجابها لعند خربوش صغير، وصفت هالخربوش وحطه فوق هالدابه، وحط شوالين هالكشك، وحزم هالدابة وقال يا رب ومشي بحال سبيله. ولكن هنا بهالأثناء يعني لا أخوانه مخلف ولا عواد ولا رجال هالقبيلة يعني حدا منهم قال له يا دحام وما يصير هذا وما يصير هالشي هذا، يعني لازم انك تظل بهالقبيلة. يعني مشي بحال سبيله ولا حدا قال له وين دربك. أوهام دحام على وجهه بهالبر ما يملك بيده غير عصاي، او هالخربوش او هالشوالين هالكشك، او مشوا بحال سبيله وبهالصحراء. وين يعني صار انه يتذكر انه اني بيش قصرت مع ابوي، واني يعني طول عمري المدلل والمعزز والمكرم، وقعد بمجلس ابوي يعني ولا مره انه قال لي انت منت ابني. والان اخواني يعني ولما قربت منيته يعني ما اعطاني غير هالخربوش وهال يعني شوالين هالكشك. واخواني اخر شيء يصدموني يقولوا لي انك انت منت اخونا. وهنا يعني بالنسبه لدحام لا حول ولا قوه الا بالله، وهام على وجهه وقبل على احدى القبائل، او قعد عندهم وقبل عليهم، وقعد بطراف بيت الشيخ وقال له قصتك شنو، قصتك شنو وضعك؟ قال له والله يا شيخ اني هذه قصتي وهذه وضعي وما املك غير هالخربوش. وهنا يعني بنى هالخربوش، وما رضى دحام انه ياخذ بيت من الشيخ اللي هو قبل ولف عنده. قال والله يا شيخ اني اريد اقعد بهالخربوش اللي ابوي اعطاني اياه، واريد يعني اظل قاعد فيه، ولكن اريد اسرح مثلا راعي، اسرح شيء، اشتغل عندك صباب قهوه ما في اي مشكله. وهين دحام صار يشتغل عند الشيخ بهالمراعي ويلفي على خربوشه.
وشافوا الشيخ يعني بعد مرور هالوقت شافوا اذا يصير غزو، انه هو بذات نفسه انه يطلب انه يروح وياهم على الغزو، ولكن ما كان يملك بالبدايه الا عصايه مسكها بيده. وهنا الشيخ قام واعطاه سلاح واعطاه فرس، وصاروا مثلا يعني من هالغزو يعطون دحام. صار شوي شوي دحام يتوسع ويصير عنده من هالحلال ويراعيهن ويداريهن، ولمن يعني اسس وضعه واسس حياته بمعيشه بسيطه. ويوم من الايام قال الشيخ انه اريد اني اتزوج واكمل نص ديني. وبالفعل يعني لقوا له بنت محترمه من هالعرب اللي هو لف عليهم وتزوج، وصار النصيب بينه وبينها، اسمها نوف. ومضت الايام وتزوج وصار يعني بعيشه بسيطه وبهنا وسعاده بهالقبيله. وصار شوي شوي دحام، صار يشتغل بالتجاره وصار يكبر راس ماله وصار يسعى وصار يروح وصار يجي. وبهالاثناء هذا يعني دحام ما رضى انه يغير بيته هالخربوش الصغير الورثه من ابوه، ولا رضى انه يقرب ويطبخ وياكل من شوالات الكشك. يعني كل هالمده وهو محافظ على هالخربوش ومحافظ على شوالات الكشك. وبعد ما تزوج يعني هنا صارت اموره ممتازه ووضعه ممتاز. يعني قام وبنى بيت مسوبع من افضل البيوت، وصار يعني رجل من افضل رجال القبيله، وكل الناس خير وبركه. ولكن يعني صار عنده المال وصار عنده الحلال، وصار يعني تاجر من اكبر التجار. وهنا يعني زوجته قالت له يعني يا دحام يعني هشوى لين الكشك هذا انا بشتري خربا، انه خلينا نطبخن ونسوي منهن. ولكن هنا قالها دحام هذن خط احمر، ممنوع تقربين عليهن نهائيا. هذن ورث من ابوي وما اريدهن، اريد اخليهن على جنب واريد اخليهن ذكر من ابوي. قالت له بس يا دحام يعني هذن خربا، يعني اذا ذكر من ابوك يعني تصدق فيهن. قالها عندك الحلال وعندك المال وتصدقي بكيفك، واطبخي وسوي اللي بدك اياه، ولكن هذن شوالين الكشك ممنوع تقربين عليها نهائيا، هذن اريدهن على جنب. قالت له خير ان شاء الله. وهنا يعني بعد ما صار وصار عنده هالحلال وهالمال، هين تذكر يعني دحام انه اخوانه وحن عليهم. ويوم من الايام قال لزوجته والله لازم اني ارجع واشوف يعني بعد مرور هالايام وبعد مرور هالشهور وهالسنين اللي مضت علي ومضت على اخواني، يعني صح هم يعني تبروا مني وهذا اللي صار وهيش يعني طعنوا بنسبي، ولكن يعني يظلون اخواني. اريد اروح اطمن عليهم واشوفهم شوف شنو وضعهم. قالت له يعني اني ما امنعك وهذول يظلون اخوانك يعني، بس ولكن قالها لا بس ولا شيء، اني يعني جهزي لي من هالمونه وجهزي لي من هالشيء شيء تقريبا حمل بعيرين، وخليني باشر الصبح اذا الله يسر علي ايسر عليهم. وبالفعل ثاني نهار الصبح كان هالبعيرين محملات من جميع ما تشتهي، وركب هالفرس وشد باتجاه قبيلة اخوانه واقبل عليهم، وانه يعني لا حلال ولا مال ولا شيء، وانه وضع قبيلتهم مدمرين كليا، ويستقبلونه ويلا حي اخونا ويلا حي اخونا واحنا سوينا واحنا مدري شنو. قالهم يعني شلون وضعكم شلون اموركم؟ قالوا له والله شوفت عينك، يعني بعد ما قفيت من هنا ورحت من عنا ما ظل عنا لا حلال ولا ظل عنا مال ولا ظل عنا شيء نهائيا. قالهم وين البل وين الحلال وين البيوت وين هالشيء؟ قالوا له والله شل بعضه، يعني مرت علينا ايام وسنين وصار هالحلال شي يموت شي انه ينسرق، وصار تجي علينا غزوات او ينهب هالحلال او تدمرت الرجال وتدمرت القبيله كامله. وشوفت عينك يعني وضعنا حتى يعني قطعه الخبز ما احنا لاقينها. وهنا يعني بطيبه قلب دحام وبكرمه وبجوده يعني وعطفه على اخوانه ما قدر انه يشمت فيهم ولا انه يتركهم لحالهم. قال هم ما في مشكله، اظل يسر عليكم جهزوا نفسكم جهزوا حالكم وخليكم تروحون وياي على قبيلتي. يا دحام شو تقول احنا اللي يعني طعنا بنسبك وطعنا وحكينا بكلام عليك وقلنا وانت اخونا وهالشي هذا. قالهم اللي فات مات، احنا عيال اليوم انت واخواني وتظلون اخواننا الكبار، وهالشي ما يصير واني مستحيل اني
اتخلى عنكم واترككم بهالمقطع هاي وبهالشيء هذا. ولكن الحمد لله اني يعني اموري متيسره، ووضع الحمد لله متيسر. وباشر الصبح اذا الله ييسر علينا انشد على قبيلتي. وهنا يعني ثاني نهار الصبح جهزوا حالهم ولملموا بيتاتهم هالبساط، يعني اللي هم وعيالهم وحريمهم، وتيسروا هم واخوهم دحام، وقبلوا على قبيلتهم، على قبيلة دحام، وانه هالحلال وهالمال وهالخيرات وهالشي يعني لا يوصف، كله من فضل رب العالمين. وهنا اقبل هو واخوانه وحريمهم، وعرف زوجته نوف على اخوانه، وهذول اخواني. وبالنسبه لدحام كانت زوجته بنت اصل ومحترمه، ويعني ما ان تقول له هذول اخوانك وما اعترفوا عليك وما لك فيهم ولا شيء، لا. وهنا استقبلهم دحام وذبح الذبايح وعزم رجال هالقبيله وعرفهم عليهم، هذول اخواني وهذول عزوتي وهذه اخوتي. وهنا يعني الناس في بعض منها يعني تعرف بداية الموضوع، بس ما تعرف شنو الأسباب وليش إنه أبوه ما أعطاهم من الورثة. ولكن اللي يعرفونه إنه دحام ورثته من أبوه يلي هو الخربوش، ويلي هو حشولين الكشك بس. وهين لما اقبلوا على قبيلة دحام اخوانه مخلف وعواد، يعني تفاجئوا من اخوهم انه شو هالحلال وهالمال وهالبيت المسوبع وهالخربوش جنب منه، يعني شو اللي صار وشو اللي تبدل مع دحام وشلون صار وضع دحام. وهنا يعني ثاني نهار بعد ما قام بهالواجب دحام على اكمل وجه وافضل استقبال لاخوانه، قال لاخوه مخلف، قالوا يا مخلف اريدك تقوم انت وعواد وتقسمون الحلال على باعر والبل، والحلال تقسمونه على ثلاثة. قالوا شو تقول انت؟ قالهم انت هو يعني اني الله ميسر علي ومعطيني، نقسمه على ثلاثتنا او مثلي مثلكم. قالهم انت واخواني ولازم اعطيكم، يعني ما اخليكم هيك انت وهالقبيله هاي هيك، يعني ما عندكم لا حلال ولا عندكم شيء ولا عندكم رزقه. وبالفعل قام مخلف وعواد ودحام وقسموا الحلال على بعضهم واعطاهم من فضل رب العالمين ما رزقه. وهنا بهالاثناء يعني بالنسبه لدحام ما تذكر انه شلون عملوه اخوانه لما خلوه يطلع برات القبيله، وانه ما اعطوه لو انه منيحه او انه فرس يركبها، يعني خلوه يطلع من القبيله على دابه بسيطه وما تحمل يعني انسان، يعني شئنا تحمل هالخربوش وهالشوالين الكشكلي ورثن من ابوه، وحتى منيحه او فرس يعني او سلاح يحمي نفسه ما اعطوه. ولكن هنا بطيبه قلب منه يعني اعطاهم وقسم عليهم من هالحلال. وهنا رجعوا يعني بوضعهم كمخلف وعواد، يعني صار عندهم هالحلال وصار عندهم وضعهم هيك. وهنا قاموا ورجعوا يعني صار عندهم قبيلة على قبيلتهم، صار أمورهم على العال. وهين بعد مرور الوقت وبعد مرور الأيام والسنين توفى شيخ القبيلة، وهنا بعد وفاته اختاروا الشيخ على قبيلتهم يلي هو دحام. وهين صار الدحام شوير له اسمه محمد. وهنا يعني محمد يعني دحام ياخذ برأيه وياخذ بأموره. وهنا يعني صار دحام شيخ على القبيلة لأنه هو صار يعني عنده من الحلال والمال، ويعني معروف بالطيب والكرم والجود. يعني دحام يعني يتألق بالصفات مثل صفات أبوه الله يرحمه. وهنا يوم من الأيام يقبل على قبيلة الشيخ دحام بيوت رحالة، وتقبل وتبني بأطراف هالقبيلة. وهي ثاني نهار الصبح يصبح عليهم الصبح ويشوفون هالبيوت مبنية بطرف القبيلة. ويرسل ويرسل الشيخ دحام محمد شويره لعند هالبيوت، قالهم قالوا شوف شنو وضعهم شنو امورهم، وخلهم يقربون على قبيلتنا وينضمون للقبيله، واستضيفهم قل لهم غداكم عند الشيخ دحام، وخلهم يقبلون على المجلس. وبالفعل راح محمد واقبل عليهم، قالوا له والله احنا يعني طلعنا من قبيلتنا وما عنا لا حلال ولا عنا مال ولا عنا شيء، ويعني تقربنا من قبيلتكم ونريد ننضم للقبيلة. قالهم والله حياكم الله على مجلس الشيخ دحام، عازمكم على الغداء، يا ميت أهلا وسهلا.
وين اخواني بهالاثناء هذه يعني اذا ينزل على القبيله مثلا شخص او بيت او شيء، يعني اول شيء يعزموا شيخ القبيله، يعني يستضيفه بمجلسه. وبالفعل اقبلت هالرجال على غدا الشيخ دحام وقام بهالواجب وعلى اكمل وجه. وهنا يعني قضوا 10 ايام بامن وامان وما في اي شيء منهم. ولما يعني امنوا لهم اهل القبيله دحام، وليله من الليالي بعد ما نامت رجال القبيله وتقوم هالرجال هذا اللي لفت او نزلت بديره قبيله الشيخ دحام وتقوم على المراعي او تاخذ المراعي. وهنا بالاثناء هذا يكون بالمراعي ابن الشيخ دحام اسمه عبيد. هنا بهالاثناء هذا صار يعني مهاوشة بيناتهم، وصار يعني فزع للحلال انه يفك الحلال، ولكن تصاوب وتوفى عبيد ابن الشيخ دحام. وهنا سلبوا الحلال وما خلوا اي شيء عندهم، وهنا اقبلوا على بيوت وبلشوا سلب بالمال. وهنا يعني هم طلعوا انهم قطاعين طرق وساووا احتجاج انهم جابوا كم بيت على قبيله وانضموا لقبيله على اساس وهم قطاعين طرق وما لهم الاساس. وهي لما اقبلوا يعني على غدا الشيخ دحام قالوا له انه احنا من القبيله الفلانيه بس ابعدوا عن قبيلتهم، ولكن طلعوا هم ما هم من ضمن قبيله ولا ينتمون للقبيله نهائيا. طلعوا قطاعين طرق ومشلحيه ومسلبيه، او يعني سووا هالحيله هذه بكم بيت وقبلوا تقربوا من القبيله مشان يشوفون شنو وضعها وشنو امورها وشنو رجالها وشنو عتادها وشنو حلالها وشنو مالها. وهي سلبوا الحلال وسلبوا المال وما ظل اي شيء بالقبيله. وهي توفت من الرجال، ومن ضمنها رجال يلي هو تقريبا عمره شيء 15 16 سنه، يلي هو ابن الشيخ دحام. وهي ثاني نهار يصبح عليهم الصبح يعني ما في لا مال ولا في حلال، وهالمجزرة اللي صارت لها أول ما لها تالي. يعني شلون غدروا هالغدرة هذه بالشيخ دحام، وهنا يعني ما لهم لا أساس ولا لهم شيء. وهنا يقوم يرسل الشيخ دحام شوير ومحمد على القبيلة اللي ذكروها. ولكن لما وصل هالمرسال محمد وشاف هالوضع وشاف الأمور وسأل أهل القبيلة، قالوا لهم والله هالرجال هذه ما تنتمي لنا نهائيا، احنا يعني قبيلة يعني ما عندنا هالشيء هذا وما عندنا هالوضع هذا، احنا معروفين يعني بين الناس وبين القبائل. او يرجع محمد وقال والله بالفعل طلعوا انهم قطاعين طرق وما ينضمون ولا ينتمون لهاي قبيله. ورحت اني وصلت لعندهم ما في اي شيء من هالحكيات. وهنا يعني يوم يومين اسبوع زمان ما في لا حلال ولا في مال ولا في اي شيء، يعني قبيله تشفت على الاخر. وهنا يعني شوير ومحمد قالوا يعني انت يا شيخ دحام يعني شوفت عينك يعني القبيله يعني ما ظل اي شيء منها وتريد يعني انت الشيخ عليهم. يعني اني والله عندي راي وما اعرف اذا انك يعني توافقني على هالراي. قال له هات لنشوف يا محمد. قال له يعني انت لما الله ارزقك من الحلال والمال يعني رحت وزرت اخوانك وجبتهم لعندك وقسمت الحلال بينك وبينهم، وبعد منها يعني الله رزقهم من الحلال والمال، وانا افضل انك تروح وتقول لهم يعني هذا اللي صار وياي وهذا اللي جرى، انهم يساعدونك يساندونك يساندون القبيله شوي. يعني امر الله انه القبيله يعني يصير عندها مثلا اشياء انها تاكل. ولكن هنا يعني بالنسبه للشيخ دحام قال له انه اني يعني اخواني صح انه اني جبتهم واعطيتهم من الحلال واعطيتهم من الشيه، بس خايف يعني من رده فعلهم انهم يرجعون او يطعنوني بنسبي ثاني مره او ما يساعدوني بالحلال او ما يردوني خايب وتنكسر كرامتي ثاني مره. وهنا يعني بالنسبه لشوير محمد صار يعني يأصر عليه وانه ما في حل قدامنا الا ان تموت القبيله ورجال القبيله، يعني ما في اي شيء قدامنا الا انك انت تساعد القبيله وترفع القبيله من الموت، الا انك تروح على اخوانك وتقول لهم انه هذا اللي صار وهذا اللي جرى. ومستحيل انهم يساعدونك، يعني انت ساعدتهم ووقفت وياهم واعطيتهم انت من حلالك ومالك، يعني مستحيل ما يعطونك منه. وهنا بعد اقناع شديد للشيخ دحام من محمد شويرو قال له والله انا اروح بس يعني تسمع كلامي للاخر، انا عندي شرط اذا اروح. قال له هات لنشوف يا شيخ دحام. قال له اني اذا اروح ملثم،
واني اروح وياك خرس وملثه وما حكي نهائيا. واذا سالوه قول لهم عابرين سبيل، واحنا هالرجل هذا وياي خرس وما يسولف شيء نهائيا. قالوا له يعني ما يصير يا شيخ، انت رايح على اخوانك وعلى اهلك وناسك. قال له شيخ دحام هذا شرطي، يعني اذا اني والله ماني مقتنع اني اروح لعند اخواني، ويعني خايف انهم يفشلونا. يعني ما اتوقع يعني اخواني انهم عندهم يعني الحنيه لي، او انه يعني ما سالوا علي بعد مرور الايام وبعد مرور سنين. يعني حتى لدرجه مستحيل انهم ما سمعوا ابو فات ولدي او بالمصيبه اللي صارت على قبيلتي. قال له خير ان شاء الله وما في اي مشكله. مستحيل انهم ما سمعوا وجو يعزونك، يعني مو لهالدرجه هاي. قال له بس مستحيل ما سمعوا، ولو هذا كان جو عزوني. يعني مستحيل انه اني خايف اني اروح لعندهم وما يعطوني اي شيء وينكسر خاطري، ولكن انه افضل شيء اني اروح اني ملثم وبصفه اني خرس. وهنا وافق محمد شوير الشيخ دحام انه يروح هو والشيخ دحام على قبيله اخوانه. ركبوا هالفرسان او خذوا سلاحهم او اقبلوا على قبيله اخوان الشيخ دحام يلي هم مخلف وعواد. وهين وصل الشيخ دحام وشوير ومحمد اول غياب الشمس، عند غياب الشمس. وهنا قبلوا يلا حيا رجال يلا حيا رجال، تفضلوا على المجلس. علام خويك اشوفه ملثم ما يحكي نهائيا. قالهم والله احنا عابرين سبيل، والله خويه خرس وما يحكي نهائيا، او مخلونه بحاله. قالوا ايش عندك يا ضيف، وين امورك وين دنيتك؟ قالهم والله ما عندي من الاخبار ولا علوم الا انه قبيله من هالقبائل شيخه الشيخ دحام اللي فاه غزو او قطاعين طرق وسلبوه حلاله وماله وذبحوا ولده عبيد. والله هذا الاخبار اللي عندي، الله يعينه ويكون له بالعون. هنا بهالاثناء دحام ما حكى ولا حرف، قاعد يسمع شو يقول شوير محمد وشنو ردة اخوانه. قال قال مخلف الله لا رده ان شاء الله ب60 جهنم. وهين عواد قال والله احنا سمعنا بهيج شيخ اسمه الشيخ دحام، ولكن سمعنا مو منسب لهله ونسبه مو نظيف. وهنا الصدمة كبيرة للشيخ دحام، وقف على حيله وفك لثامه وقالهم انتم ما فيكم دم، عرقل حينقطع عندكم، ما عندكم شهامة ولا عندكم كرامة، يعني وين نخوة رجال؟ اني بيش قصرت وياكم؟ يعني الرجل قاعد يقول ولد الشيخ دحام توفى ولده، يعني انتم ما عندكم يعني دم انه تقولون مثلا الله يرحم ولده؟ اني بيش قصرت وياكم؟ لما جار عليكم الزمن خذيتكم لعندي وقسمت الحلال بيني وبينكم، وايامها ما تذكرت انكم طلعتوني من القبيله، ما طلعت على اي شيء الا معاي دابه ومعاي هالخربوش البسيط، وما تذكرتوا تعطوني اي شيء من حلالكم ولا مالكم، واني ما قابلتكم بهالشيء، واليوم هيك تجازوني؟ وين يقوم محمد شوير الشيخ دحام وقاموا وركبوا هالفرسان وقفوا. ولكن هنا بهالاثناء يعني لا مخلف ولا عواد يعني قالوا له لا يا شيخ دحام يا اخويا ما يصير، والله يعني حزن واحد ووضع واحد والله يرحم ابنك ولا شيء. لا بالله خلوهم يمشون على حالهم. وهنا يعني انداب الحزن للشيخ دحام بعد اللي صار وبعد اللي جرى. وهين يعني طيبة قلب من الشيخ دحام انه هو يعني شلون اخوانه بالبدايه عاملوه وطلعوه من القبيله، وهو هنا اللي من الله اعطاه وارزقه، يعني تذكر اخوانه وراح ولقى وضعهم متدمر، يعني قام وانقذهم وجابهم على قبيلته وقسم الحلال بينه وبينهم. وهنا لما جار عليه الزمن يعني راح وهو متلثم، وشون يعني كلام ورد فعل اخوانه. واحد يقول الله لا رده لجهنم، والثاني يقول يعني نسبه مو متنسب لهله ونسبه مو نظيف. وهنا يعني انداب هالحزن ورجع على قبيلته هو وشوير محمد. وهنا يعني رجع لزوجته وقالت له زوجته يعني ما ضل عنا اي شيء انه ناكله، والعيال ودا تاكل ودا شيء، يعني خلينا نطبخ
من هالكشك اللي ابوك معطيك اياهن. قال له لا اسمعي، مهما جار علي الزمن، ايش ورث هالكشك هذنا ما نقرب عليهن نهائيا، هذن ذكر من ابوي وما يعني اي شيء. يعني انا الان يعني خلونا نشتغل احنا ورجال هالقبيله، يعني نشتغل شوي شوي بالتجاره والله يعطينا ويرزقنا. وهنا يعني قالت له العيال شيء، قال ها هذن ذكر من ابوي، وهذن يعني ورثه من ابوي ما اريد ان اتصرف فيه نهائيا. وبالفعل يعني قبلت بهالامور هذه زوجته، وما فعلت انها تقرب عليها بعد مرور هالوقت والايام وهالسنين. وهي يعني الله ارزقهم وارزق الشيخ دحام وصار عندهم من هالحلال وهالمال، ورجعوا مثل اول وافضل، لانه تساند وتكاتف هو ورجال القبيله. وهي يعني سنه سنتين وبعد مرور الايام والسنين تقبل عليهم سنه من السنين، سنه كلياتها ثلج وصقعه وبرد. وهنا يعني الحلال صار يموت منه، وصار يعني المراعي تخف وصار الوضع، وهنا يعني مات الحلال كلياته. وهنا يعني ما ظل عندهم لا شيء ولا شيئتين. وهنا هالسنة هاي كانت اسمها سنة الثلجة. وهنا يعني رجال القبيلة رجعت على الصفر وما ظل عندها أي شيء، وتدمرت القبيلة نهائيا بعد ما أنه وقفت والله الله طعمهم من الحلال والمال. يعني تدمرت القبيلة وما ظل عندهم قوت يومهم. وهنا يعني جت زوجة الشيخ دحام وقالت له يعني ما ظل أي شيء يعني عنا ناكله إلا هالشوالين هالكشك، يعني خلينا اطبخهم للعيال، يعني اني وياك نحمل بس، ولكن يعني شوفت عينك يعني عيالنا ما تحمل. وهنا يعني لما شاف الدنيا ثلج وبرد وما في شيء والعيال يعني مين متحمله، قالها ما في مشكله خلاص. يعني بعد مرور هالسنين هذه، يعني اليوم مثل ما يقولون يعني ما ظل يا انه ناكل هالكشك وقالتهم ونموت، يا انه يعني ننقذ هالعيال. وبالفعل وقامت زوجة الشيخ دحام وتجيب هالجدر او تطبخ من هالكشك، وهي تتحرك بالمغرافه وتسمع خربشه داخل هالجدر، وهي تتحرك وتنهض بالمغرافه، وانه يعني هالذهب ليرات هالذهب الحمر على كيفكم وخاطركم. وتقوم تصير تصيح على الشيخ دحام، يا الشيخ دحام الحق ولدتك يا الشيخ دحام. او يجي الشيخ دحام او يقبل عندها ونقول تعال شوف ليرات الذهب بالكشك. او هنا يعني صفوا هالكشك او طلعوا ليرات الذهب. قالها ايوه معناته هنا داخل الكشك معناته هذا في ليرة ذهب. وهين يقومون يطقون من الكشك، وبالفعل بكل قرص كشك تقريبا شي 3 4 ليرات ذهب. وعلى علمكم يعني شوالين كشك ما تقدر بالغصب انك تشيلهن، وعلى عد منها الليرات الذهب. ويقوم يطلع منها قسم يصفون ليرات الذهب. وثاني نهار يجمع رجال القبيله ويقول لهم الله سبحانه وتعالى يا رجال اني ابويا يعني اعطاني يعني من هالشوالات الكشك وهالخربوش، ولكن يعني طبخنا البارح من الكشك ولقيت بداخل الكشك ليرات ذهب. وهذا هو الدليل اللي يعني يبري الشيخ دحام انه نسبه واصله نظيف 100%. وهنا يعني بهالاثناء هذا لما لقى هالكشك ولقى هالشيء هذا ولقى ليرات الذهب، يعني هنا هذه كانت خطة الشيخ ابو مخلف. لما هنا امنته زوجته ام دحام قالت له امانتك ولدك. وهنا كان بالنسبة الا الشيخ ابو مخلف دحام هو الولد المدلل، ورباه على العز ورباه على الدلال، وعلمه على يعني على الحنية وعلى التقوى. وهنا يعني وعرف هنا انه اخوانه مخلف او عواد انه عندهم من الحقد وعندهم من الكراهية وطالعين الخوالهم، عرف انهم راح ياكلون حقه من الحلال والمال. ولكن هنا فكر الشيخ ابو مخلف انه اي شلون باي طريقه اني راح اورث ابني دحام. قام وحط ليرات الذهب بالكشك بعد قبل يعني اول بدايتها، وحطهن بشوالات وجهزهن الدحام. وهي كانت الورثه يعني هي الدحام هي اكبر من الاباعر واكبر من الابل واكثر من الحلال، وقيمتها تعادل يعني اضعاف اضعاف. وهنا ثاني نهار قام الشيخ دحام وجمع رجال وقال لهم انا ورثت الورثه هذه، وهذا اللي صار وياي وهذا اللي جرى. وهذا اكبر دليل انه
ابوي اعطاني الورثة الكبيرة والقيمة يلي هي كانت من ضمن شوالات الكشك، ولكن انا ما انتبهت لهالشيء هذا. قالوا له خير ان شاء الله يا شيخ، والله انك تستاهل وكل خير. وقال لهم يا رجال ترى هذه يعني لي ولكم. الان انه انا اروح واجيب الاتشل واجيب واجي احط واساوي. وبالفعل هنا راح الشيخ دحام هو ورجال وجابوا يعني ما يكفي من هالخيرات لهالقبيله، وجابوا الحلال، وصاروا يعني شوي شوي انه يرجعون مثل اول. وهنا بهالاثناء هذا ودي يرد اعتباره الشيخ دحام على عند اخوانه. قال لزوجته اريدك تحطي لي شويه يعني من هالكشك اللي ورثني يا ابوي، واريد اركب الفرس واروح اتجه على قبيله اخواني. اتوقع ان هم كمان نظامهم الضيم مثل قبيلتنا في سنين هالثلجه، لانه ضامت جميع القبائل. واريد اشوف شنو وضعهم وشنو امورهم، انهم بعد مرور هالايام، بعد مرور هالسنين، وبعد اللي صار وبعد اللي جرى، انهم اذا شافوا ليرة الذهب يعترفون اني اني اخوهم ولا لا. قالت له خير ان شاء الله ما في اي مشكله. وبالفعل زوجته ثاني نهار الصبح جهزت له هالزواده من هالكشك، وراح حطت له قيمه من هالكشك، وراح واتجه باتجاه اخوانه. واكبر لعند اخوانه، وانه يعني وضعهم يعني على الصفر مثل اول مره لما جاهم، وانه هنا بايام هالسنه الثلج بايدهم وما ظل عندهم لا حلال ولا ظل عندهم مال نهائيا. وهين قال لهم والله انا يعني تذكرتكم بامور هالسنه المحل هذه وسنه الثلج هذه، تذكرتكم والله وجبت قيمه من هالكشك، واريدكم انكم تطبخونه او تاكلونه انت وعيالكم. وبالفعل هنا قامت هالحريم، حريم مخلف او عواد او طبخن هالكشك، وهنا وهني حركن كمان بالمغرافه او يلقن ليرات ذهب. وهنا على السكت ينادن على مخلف وعلى عواد. قال لهم يعني شوف احنا لقينا بالكشك اللي جابه اخوكم دحام يعني لقينا ليرات ذهب، شو نساوي شو هذا؟ قالوا لهن اسكتن، انسن اذهبوا ليرات ذهب ولا شيء، خليه نشيلهن على جنب. وهذا الان يعني اذا قلنا له راح يقول انه ليرات ذهب وهذا لي وهذا نشيه، خبنهن وخلاص يعني احنا ندير له هالكشك او يغدى وييسر على هله. وهنا رجعوا لعند دحام، وهنا صار الشيخ دحام قال لهم ها ايش لقيتوا بهالكشك، شلون وضع الكشك، شلون اموره؟ قالوا قالوا له الان يستوي او يقدمون لي اياه. وهنا سكت الشيخ دحام، عرف انه في شيء انه اخوانه راح تخبيه. وهنا تقدموا له هالاشل بعد ساعه زمان، او تغدى هو واخوانه، وبعد هالغدا هذه كامل وهنا لا جابوا له طاري لا ذهب ولا شيء ولا شيء. قالوا لهم ها شلون وضع الكشك شلون الامور؟ قالوا والله يا اخوي مثل ما شفتوا، شوفت عينك. قال لهم يعني ما لقيتوا شيء داخله بالجدر بشيه؟ قال لا بالله يا اخوي والله بس كشك، انه هو كشك عادي. قال لهم لا بالله هذا الكشك هذه ورثه من ابوي، وهذا الكشك هذه كل قرص بها تقريبا شيء 3 4 ليرات، وهذه فيه ليرات ذهب بداخل الكشك. ولكن انتم سبحان الله يعني بعد مرور هالايام بعد مرور هالسنين وبعد كل شيء صار لحد الان، يعني انتم رغم انه جبت لكم اني من الكشك وداخله ليره ذهب، ولكن انتم ما عندكم القناعه انكم تعترفون انه اني اخوكم. وهذا دليل على اني اني اخوكم. اني جبت براءتي وعلى اني اقول لكم انه نسبي اني ابن الشيخ ابو مخلف، واني اني نسبي نظيف وسمعتي نظيفه، وانا ظل ابن امي وابوي. وهذا الكشك اللي جبت لكم اياه هذه ورثه من ابوي. هنا انصدموا، يعني شلون ورثه من ابوي؟ قال لهم اي هذا الكشك اللي انا جبته هذا ورثه من ابوي، وعندي مثل قد منه باضعاف، والحمد لله يعني الله رزقني من المال والحلال. ولكن انتم يعني حبكم للمال والحلال وحقدكم ويعني كراهيتكم اعمت عيونكم وما عاد تشوفون قدامكم، ولا عاد تميزون انه اني اخوكم او ماني اخوكم. ولكن هذا كليته طمع منكم، وجزاكم الله خير ومشكورين ما قصرتم. ويقوم الشيخ دحام ويركب الفرس ويترك اخوانه ويرجع على قبيلته. وهذه احداث قصتنا لهذه الليله، اتمنى انها تنال اعجابكم، وكل اخ يحسن لاخوه
ويراعي ظروف أخوه. والزمن دوار، يوم لك يوم عليك، اليوم معاك باكر يصير عليك. خليك أنت وأخوك كتف واحد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كون أنت وأخوك متضامنين مع بعض، وأنت وأخوانكم. وشوف سبحان الله، يعني اليوم مثلا وضعك صفر، يعني بكرة وضع أخوك مثلا ممتاز، يعني بكرة أنت تصير يمكن وضعك ممتاز ويصير أخوك وضعه صفر. يعني لا تتكبر على لا أخوك ولا على غيره ولا على شيء. ومثل ما يقولون بالنسبة للمخلف والعواد، اللي ما بو خير الأخوه ما بو خير للناس. وسلامتكم وسلامة الجميع. ولا تنسونا من الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. جزاكم الله ألف خير.